حنا ما كناش باغيين نلعبوا مزيان، حنا كنا باغيين نربحوا 3 سنين وحنا كنتسناو هذا الماتش. لعبنا 5 المرات ضدهم وهذا هو السادس الماتش اللي لعبنا ضده وصراحه خلينا كلشي في التيران. كنا باغيين نديو هذا الكاس. المغاربه كاملين حنا كنشكروهم وكنطلبوا لهم السماحه علاش اليوم كان عندنا امتحان والامتحان ديال حياتنا. حنا كنا باغيين نديو من اوزبكستان لكاس العالم، ولكن ديما ربي مكتب لينا شي حاجه اكبر. كنشكروا الجمهور، كنشكروا الوالدين ديالنا، كنشكروا الكوتش لان خطط واحد الماتش كبير وكبير بزاف. حنا كنا مقيدين الماتش، حنا كنا غاديين بالماتش حتى الاخر. راه باينت في التيران لعبنا احسن منهم، ولكن التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى ما كانش. الحمد لله نزيدوا نخدموا وان شاء الله الكاس العالم الجاي راه ديالنا باذن الله. خاصنا نزيدوا نخدموا. اش نقول لك، بالنسبه لينا حنايا كنا باغيين نديو الكاس، ما كايناش شي هضره اخرى. حنا كنا ماتش على ماتش غادي شويه شويه وكنخدموا عليه. النيفو ديالنا بدا كيطلع من الماتش الاول حتى الماتش الاخر. هذا الماتش كان ديالنا حنا، ما خصناش دابا نقدروا غير نطلبوا السماحه للناس للجمهور، وباذن الله كنطلبوا لهم السماحه. معني ما نقول باذن الله الكوب دي مون اللي جايه ان شاء الله خاصنا نكونوا احسن، نتحسنوا من هذا الخطا كامل اللي درناه. وكنشكر الدراري بزاف والكوتش بان داروا خدمه كبيره كبيره بزاف، والله يشافي الجميع. تنقولوا المغاربه سمحوا لينا، درنا اكثر من اللي في جهدنا الصراحه. ما نقولش بحكم الاصابات، ولكن بصح بان اليوم الغياب ديال اللاعبين اللي كانوا مصابين. قدرنا نجربوا النسق ديال المنتخب البرازيلي، ولكن ما استطعناش اننا نسجلوا بزاف ديال الاهداف، وهذا الشيء اللي كيخول المنتخب البرازيلي انه يمشي للنصف النهائي. كنتمنى الجمهور يسمح لينا، وحنا راه درنا اللي في جهدنا وكثر، وان شاء الله ما نخيبوهمش في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. تنظن احسن مباراه لعبناها هي اليوم مع البرازيل. للاسف البرازيل عنده مجموعات كثيره اللي تيغير فيها، فالوقت اللي تنحاولوا باش نبقاو في هذاك النسق تما فين كيوقع المشكل. كان الاستراتيجيه ديالنا اننا البرازيل نلعبوا معها في ابعد مباراه، يعني المباراه السادسه والسابعه. كنا عرفناهم انه رغم كل شيء لو ريجيم ديالهم فيزيك تينقص، وشفتوها في الشوط الثاني كان تقريبا كله ديالنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. درنا مجموعات، باقيين دي ديتاي تيخونونا اللي خصنا المنتخب مستقبلا يخدموا عليهم. منتخبات كبار اللي تقصات، حنا مع 8 المزيانين في العالم. البرازيل زعما صراحه فريق قوي، لعاب تينسيك في اللعاب. ما بغيتش نبقى عاوتاني نشكي ونرجع للاصابات. لعبنا بدوك لي مويان بور اللي عندنا بالامكانيات ديالنا. شفتوا 5 ايام بالراحه ماشي هي يومين، يعني اكراهات كبيره يعني كانت مورا زعما ضدنا في هذه المنافسه هذه. ولكن الحمد لله داك الشيء اللي قدموه في الشوط الثاني يعني كذب كاع هذاك الفيزيكمون. هذا بالعكس 4 ديال الدراري بقاو شادينهم، الحارس خرج شحال من كره من الشبكه. هذا صراحه خصنا نفتخروا بهاد اللاعبين، لان راه كوميم راه كاس العالم هذه وهذاك احسن فريق في العالم. عملنا بزاف ديال المحاولات وضيعنا بزاف ديال المحاولات، بزاف الفرص كان بامكاننا نسجلوا الاهداف. كما قلتي ناقص في التركيز، يمكن راجع العياء البدني ديال اللعابه. كما قلتي ما كاينش تغييرات بزاف، ولكن هذه ماشي اعذار. كذلك استقبلنا اهداف كان بامكاننا نتفاداوها. الحمد لله كنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم والشخصيه القويه ديالهم في داخل الميدان. كنبغي نشكر السي هشام على العمل الكبير اللي كيقوم بهذا المنتخب الوطني رغم بزاف الغيابات. كنبغي نشكر الجمهور المغربي اللي مساندنا وتايق فينا رغم بزاف ديال الاعذار، وكانوا تايقين فينا وكانوا كياملوا اننا ندوزوا النصف النهائي كما كنا حتى حنا كنطمحوا ندوزوا النصف النهائي. وكما شفتي في خصوصا الشوط الثاني
درنا بزاف الفرص وكنا قراب بزاف. الحمد لله على كل حال، ما كانش التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى في تسجيل الاهداف. المسار ديالنا كيتوقف هنايا، كنا كنحلموا نمشيو بعيد وكان بالامكان صراحه، ولكن الحمد لله ربي قدر لنا اننا نوقفوا في هذا الربع النهائي. نتمنوا من الله ان شاء الله باذن الله كاس العالم الجايه نمشيو للنصف النهائي ولما لا نفوزوا بكاس العالم ان شاء الله. اول حاجه الحمد لله اللي قلتيه البرازيل تبارك الله نمرو واحده ديال العالم، ودرنا كل شيء، درنا اسباب ديالنا، درنا كل شيء، خدمنا على التكتيك، خدمنا على كل شيء. كل الاولين دخلوا شويه ساهل، فالطه واحد ديالي مش حنا فرقه واحده وفيها الخير. كل واحد شفتي تبارك الله كل واحد كيدابس، كل واحد مسكين طال كل شيء 100%، وهذا اللي طال. الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله فرحنا البلاد ديالنا ونزيدوا نخدموا ان شاء الله باش نوصلوا لشي حاجه ان شاء الله. اولا احنا وصلنا للربع النهائي، وهذا هو كان الحوار ديالي واللونجاج ديالي دائما، اننا خصنا نبقاو مع الثمانيه الاولين، ولما لا. للاسف القرعه جات مع احسن منتخب في العالم، يعني تغيير المجموعات هي كان جد مؤثر. اصابات 5 ديال الاصابات بزاف صراحه، بالاضافه ما خديناش متسع من الوقت بالراحه باش نخدموا بعض اسلحه كلي بالاغيتي جداد ولا شي حاجه كانت عندهم 5 ايام لانهم كانوا تينوعوا. لكن اليوم المنتخب بالنسبه لي قدم مقابله جيده، خصوصا في الشوط الثاني. ملي تكون تدفع منتخب كبير الاول عالميا تخليه في المنطقه ديالو ويجبدوا الكواري والحارس يلعب بهذيك، يعني يجبد هذوك لي باغاد والدفاع. فانا تنظن ان المنتخب المغربي بين انه يستحق هذيك الرتبه اللي عطيها لا فيفا. تنظن انه كنا 110 واحد الوقت، واليوم السادسين عالميا، ومع هذه النتائج اللي درنا نقدروا نزيدوا واحد الخطوه. فتنظن مع السنوات راه حنا غاديين خصنا نزيدوا نخدموا باش نوصلوا لدوك المراتب الاولى. خاص العمل. الا كانت اليوم احنا كنقولوا التجربه الرابعه، فمنتخبات كثيره التجربه العاشره، فهمتي 10 ديال المشاركات 40 سنه ومازال ما وصلوش لهذا الشيء اللي وصلنا ليه. المنتخب الايراني راه 9 المرات لعب لا كوب دي موند. دونك حنا بينا واحد الاستمراريه، لكن خصنا واحد القاعده كبيره ديال اللاعبين. البطوله الوطنيه راه مزيانه زعما صراحه، ولكن خصهم يبحثوا لهم على الدوليه، خصهم يحتكوا تاهم باش هذوك اللاعبين من يجي للمنتخب الوطني تكون عنده واحد الحموله دوليه، يلعب مع فرق خارجيه، نبحثوا لهم على دوريات دوليه. خاص الاتحاد الافريقي حتى هو يساعدنا في هذه المساله هذه. اليوم انتم شفتوا الاشاده ديال الجميع، لكن الا حاولنا نبحثوا كيفاش نطوروا اللاعب المحلي حتى هو، غادي تكون عندنا واحد قاعده اختيار كبيره، وما يمشيوش لينا لي ماتش بحال هكا بهاد لي بيتي ديتاي.